استنى، قبل ما تصور اي تمثال وتقول واو الصوره طلعت تحفه، تعالى اقول لك على حاجه. هو الاثر محتاج فلتر ولا محتاج اننا نزود الاضاءه لحد ما رمسيس نفسه يطلع لنا ويقول لنا كفايه يا جماعه منور من 3000 سنه؟ الصوره الاثريه مش مجرد صوره حلوه بنحطها على الموبايل، دي وثيقه، دي حكايه، دي لحظه من التاريخ بنحافظ عليها. بس السؤال بقى، هل الموبايل اللي في ايدك ده ينفع يصور اثار بشكل صح؟ اه طبعا يا فندم، بس لو عرفت تستخدمه. في محاضرة صورة توثق التاريخ، أسرار تصوير القطع والمواقع الأثرية بالموبايل، هنتكلم عن أسرار التصوير الأثري بالموبايل، إزاي نظبط إعدادات الكاميرا، إمتى نستخدم الإضاءة الجانبية، إزاي تصور النقوش والتفاصيل الصغيرة، وإيه الأخطاء اللي بتخلي الأثر يطلع مظلوم في الصورة. هتعرف إن زرار التصوير مش هو البطل الوحيد، البطل الحقيقي هو عين حضرتك. لو أنت أثري طالب آثار مهتم بالتراث أو حتى بتحب الأماكن التاريخية، المحاضرة دي معمولة علشانك، هتخليك تشوف الأثر بشكل مختلف. خليك فاكر الصورة اللي بتاخدها النهاردة ممكن تكون هي الحكاية اللي هيفهمها حد بعد سنين. نشوفكم في المحاضرة يوم الأربعاء 1 يوليو في متحف المركبات الملكية الساعة 11 بالظبط.